طيب، السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الفيديو ده قررت اعمله كده دلوقتي حالا، حتى انا مش مظبط شعري، مش مشرح اي حاجه، مش عامل اي حاجه. القهوه بتاعتي يعني. بس anyway، انا قررت اعمل الفيديو ده بعد الجورنال بتاعكم عشان اوريكم بس الجورنال اللي جالكم. اللي قدامكم ده هو المفروض الجورنال اللي جالكم. تمام. مبدئيا انا قبل ما ابدا، احنا دلوقتي هنتكلم عن الجورنال وازاي يعني ايه افضل اجابات ممكن تكون احسن اجابات في الجورنال. بس ده مش معناه ان الاجابات دي هي خلاص اللي هي لازم تكون هي اللي هتاخد بلوز والباقي مش هياخد بلو او كده. خلاص، بس احنا هنتكلم بشكل سريع كده على ال الاسئله دلوقتي، وازاي انت او ايه الاجابات اللي كانت المفروض تكون احسن اجابات. تمام. بس قبل ما ابدا انا عايز اقول لك حاجه. السؤال الثاني اللي هو بتاع الاي دي بي بيسالك على الويب سايتس، بيقول لك ايه الويب سايت التراستد، ايه الويب سايتس مش تراستد وكده. السؤال ده انا كنت باعت سؤال شبهه جدا جدا جدا، خلاص سؤال هو تقريبا، بس بيسالك بطريقه مختلفه شويه على الجروب ليكم قبل الجورنال من يوم الجمعه اللي فات. تمام. كنت بعت لكم الفايل ده، قلت لكم اهو شايفين الفايل ده؟ لو تفتكروه الفايل ده اللي كان فيه الاجابات بتاع الاسئله بتاعت الجورنالات بتاعت زمان لما انا كنت بخش جورنالات، والاجابات بتاعتي وانا كنت جايب فيها ايه. فكان في سؤال هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. السؤال ده هو السؤال الثاني اللي جالك النهارده. تمام. طيب، اخر سؤال بتاع البيولوجي انا امبارح بعت للشباب فايل. تمام. الفايل ده بص، انا عايزك تبص على السؤال رقم 2 اهو. اقراه كده. لا سوري، السؤال رقم واحد. اقراه كده السؤال رقم واحد، وهتلاقي ان هو نفس السؤال. هو نفس السؤال اللي جالك النهارده في البيولوجي. تمام. فانا كنت جيت ليله امبارح يوم الثلاث ليله الجورنال على طول، قمت بعت للشباب فايل حطيت فيه سؤالين بالظبط وجاوبت عليه. قلت لهم يا جدعان انا حاسس ان بكره هتيجي بيولوجي خلاص، وحاسس ان هيجي سؤال من السؤالين دول. تمام. يعني كده عشان برضو عارف شويه عن الناس دي ممكن تكون بتحط الامتحانات ازاي وهكذا. فقلت لهم ان ده اللي ممكن يحصل يعني. تمام. فتاني يوم الشباب جايين بيقولوا لي يا دكتور السؤال بتاع السؤال الكونكشن جه بيولوجي، وسؤال البيولوجي جه نفس الكلام، ازاي تمنع السبريدنج اوف ديسيز. انا بصراحه انصدمت يعني. انا ما كنتش اتوقع ان السؤال يجي يعني الى حد ما هو يعني كنت متخيل ان يجي سؤال قريب، يجي سؤال، لكن ان السؤال يجي هو. بصراحه انا استغربت خالص. ففتحت كده بص على السؤال قلت ده هو فعلا السؤال اللي انا بعته. تمام. يعني هو شبهه جدا، يعني هو مش هو طبعا، بس هو شبهه جدا نفس الفكره بالظبط. فانا كنت شارح اصلا اجابته قبل كده، فان شاء الله كل الشباب اللي اتفرجوا او سمعوا الريكورد بتاع الاجابه ان شاء الله يعني هيجيبوا بلوز ان شاء الله. وان شاء الله كل الناس ان شاء الله تجيب فلوس. بس انا بقول لك يعني ده اللي حصل، فده كنت مصدوم بجد يعني. انا مصدوم اكتر ما انت مصدوم يعني. خلاص. فده مبدئيا يعني انا بحكي لك كده او بدرش معاك يعني. فالسؤال التاني كنا باعتينه من يوم الجمعه اللي فات، والسؤال التالت كنت بعته برضو من ايه من امبارح، بعته امبارح على طول. كان هما سؤالين بالظبط، جه منهم سؤال. تمام. طيب، كلام لذيذ. السؤال الاول بصراحه يعني انا بصراحه ما كنتش بعته قبل كده يعني. بس السؤال الاول يعني بيتكلم عن التيم وكده، وانا كان في اسئله برضو كتير حاططها لهم عن التيمز. خلاص، هما كانوا اصلا ما كنتش حاطط اسئله كتير يعني، انا كنت حاطط الاسئله مهمه جدا، وكان في اسئله انا حاططها عن التيمز يعني. فيعني انت برضو لو انت كنت حليت سؤال من الاسئله بتاعتي اللي أنا كنت حاططها لك عن التيمز، الموضوع كان هيبقى معاك يعني سهل وبيس خالص يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ خلاص انا دلوقتي اديتك الانترودكشن، قلت الكلمتين اللي في بقي اللي انا بجد ما كنتش قادر اسكت عليهم. خلاص فالحمد لله يعني. تعالى بقى نخش دلوقتي، انا هقول لك سؤال وايه احسن او الموست يعني suitable answer للسؤال ده، ايه افضل answer للسؤال ده. تمام. نبدا اول حاجه بالكويشن نمبر 1. بص يا باشا، هو السؤال الاول بيسالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت اشتغلت في تيمز كتيره خلاص بره ستيم، ممكن تكون اشتغلت في تيمز بره ستيم، بس دي اول مره ليك تشتغل في تيم جوه ستيم. تمام. دي اول مره ليك تشتغل في تيم جوه ستيم. اكسبلين حاجتين: بوزيتيف ايتم، تمام، انت لاحظتها وانت بتشتغل خلاص، ونيجاتيف ايتم او نيجاتيف نوت، يعني حاجه كويسه انت شفتها وانت بتشتغل، وحاجه وحشه شفتها وانت بتشتغل، وازاي انت تحول الايه النيجاتيف نوت دي لحاجه بوزيتيف. طبعا احنا زي ما احنا كنا متفقين مع بعضينا في الفيديو بتاع الجورنالز، خلاص كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ان احنا هنبدا الاول نرتب افكارنا صح. فهنقول اول حاجه ان يا باشا آه آه ماشي، هي دي الفيرست، هديله انتروداكشن صغنططه، اقول له انتروداكشن صغنططه، اقول له انا فعلا ممكن اكون اشتغلت في تيمز قبل كده، ممكن اديله اكزامبل صغنطط مثلا اقول له اشتغلت في تيم في مسابقه معينه او كده. بس دي اول فعلا مره اشتغل ليا في تيم في ستيم. خلاص، فانا بديته انتروداكشن كده باكد على الكلام يعني، بقول له فعلا ان انا فعلا حصل وده كلام تمام. خلاص.
حتى لو انت ما كنتش اشتغلت، حاول يعني تدي له اكزامبل او حاجه زنططه كده على تيم انت اشتغلت فيه ايه بره ستيم او بعيد عن ستيم. بعد كده هتقول له ايه؟ هتقول له البوزيتيف ايتم اللي حصلت، او البوزيتيف نوت، او الحاجه الكويسه اللي انت لقيتها. خلاص، يعني مثلا انت لقيت ان الناس في ستيم مثلا، ممكن تقول ان انا لقيت ان الناس في ستيم ان احنا بنحاول اكتر نساعد بعضينا. يعني احنا كنا في التيمز اللي بره مثلا مجرد بس ان كل واحد بياخد التاسك ويعمل التاسك بتاعه وخلاص، لكن لا، احنا دلوقتي لاحظنا ان احنا بنساعد بعضينا. ان بيبقى فيه اكتر اكتيفيتي اكتر ومساعده اكتر بين بعضينا وهكذا، وبنبقى اكتر كاصحاب وكونكشنز حلوه بينا، وبنقدر ننجز اكتر. خلاص. والنيجاتيف نوت مثلا ممكن، او النيجاتيف ايتم اللي ممكن تقولها مثلا، تقول له مثلا ايه؟ مفيش حاجه قوي نيجاتيف في دماغي دلوقتي، بس مثلا ممكن تقول له ان احنا عشان بنبقى قاعدين مع بعض طول الوقت، فصعب جدا ان احنا نحدد وقت للميتنج. خلاص. فيعني انت هتشوف، انت طبعا انت اشتغلت وهتشوف، هتقول له حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف. في الحقيقه هو مش شرط. سوري يا رجاله. في الحقيقه هو مش هتفرق ايه الحاجه البوزيتيف وايه الحاجه النيجاتيف. خلاص، بس هي الحاجه اللي هتفرق اكتر هي انك ازاي بتوصفها. تمام. وبعد كده هتقول له اوعى تنسى النقطه الرابعه، في ناس ممكن تكون نسيتها على فكره. هتقول له ايه؟ هتقول له how to make a negative بوزيتيف. يعني مثلا لو احنا قلنا ان فعلا الحاجه المشكله اللي فعلا الكبيره اللي حصلت، ان مثلا احنا ما بنقدرش نلاقي مكان وقت، او نحدد وقت معين لان احنا نتجمع فيه ونشتغل فيه. خلاص. فانت تقول خلاص يا باشا، احنا عشان نعالج المشكله دي قررنا ان احنا هنتجمع، او هنربط الموضوع ده بالعشاء، فاحنا بعد العشاء مثلا هنروح نتجمع مع بعض. مش هيفرق قوي الكلام اللي انت هتكتبه، او الحاجه اللي انت ايه الحاجه الكويسه او الحاجه الوحشه اللي انت هتكتبها. امال ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق هو تنظيمك، الايدياز بتاعتك، الافكار بتاعتك، ومن ثم تنظيمك للباراجراف، انك تبقى فيه انتروداكشن، في اجابه لاول حته اللي هي البوزيتيف ايتم، اجابه لتاني حته اللي هي نيجاتيف ايتم، واجابه لرابع حته اللي هي ازاي تحول حاجه نيجاتيف لحاجه بوزيتيف. تمام. وبعد كده تديله في الاخر مثلا كونكلوجن، او مش لازم حتى تحط له كونكلوجن. طيب، السؤال الاول بصراحه انا ما كنتش بعته، بس انا كنت بعت شويه اسئله. الاسئله دي تشبه الاسئله بتاعت التيم. يعني انت وانت شغال مثلا، في ناس بتبقى بتشتغل وفي ناس مش بتبقى شغالين فاكرين السؤال اللي احنا شرحناه، فده برضو اسئله تبع التيمز ممكن تكون ساعدتك في انك تحل سؤال زي كده. تمام. السؤال التاني بقى هو السؤال اللي جه تقريبا نفسه هو، وهوريكم دلوقتي. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت وانت عمال تسرش، خلاص، او انت عمال تعمل سيرشنج في الكابستون بروجكت بتاعك، خلاص، انت استخدمت، قلت انا هستخدم ريسورسز معينه ومش هستخدم ريسورسز تانية. يعني انا في ريسورسز هستخدمها وفي ريسورسز مش هستخدمها. خلاص. فانت قلت ايه؟ آه اهو سيلكت اهو، قال لك ايه؟ قال لك قول لي الريسورسز اللي انت استخدمتها والريسورسز اللي انت ما استخدمتهاش، او الريسورسز اللي انت قررت هتستخدمها والريسورسز اللي انت ما قررتش هتستخدمها، واكسبلين، قول لي الريزن فور الديسيجن. فانت الانسر بتاعتك برضه هتبقى متقسمه زي ما احنا قلنا. لازم اول حاجه ننظم الباراجراف بتاعنا، مش نكتب وخلاص. تقول له ان احنا في الاول هيبقى فيه انتروداكشن، هنقول له انتروداكشن، هنقول له ايه؟ هنقول له احنا بدانا سيرشنج على البروجكت بتاعنا، وايه الماتيريالز اللي ممكن نستخدمها، وبعض الحاجات البراير سولوشنز اللي ممكن تساعدنا. خلاص. تقول له ان احنا بدانا السيرشنج يعني. تمام. بعد كده تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له ان while we are searching كان في two types، خلاص، كان في two types of resources، خلاص، two types of resources. تمام. هتقول له مثلا اللي هو ايه؟ trusted resources، حاجات موثوقه، و non trusted resources. يبقى هو trusted و non trusted و non trusted. وبعد كده هتقول له ايه؟ وبعد كده هتقول له ان احنا اخترنا التراستد، خلاص، وده بسبب ان المعلومات فيها بتكون موثوقه ومؤكده من انستتيوشنز عاليه وجامعات وحاجات زي كده، وما اخترناش النون تراستد عشان هي بتكون اي حد ممكن يكتب الحاجات دي، ومش بتكون موثوقه قوي يعني. خلاص. واوعى يعني زي ما قلت لك، بعد كده بتكتب ايه؟ الريزنز. خلاص، كل واحد تكتب انا اخترته ليه. خلاص. فدي التقسيمه الثانيه بتاعت السؤال الثاني. طيب، السؤال الثاني ده كان موجود فين؟ كان موجود هنا في الفايل اللي انا بعته لكم يوم الجمعه. خلاص. بص كده، تعالى لي كده عند الاي دي بي كويشنز. خلاص. هتلاقي ايه؟ هتلاقي بقول لك ايه؟ بقول لك بص يا باشا، قول لي انت وانت بتسرش اهو، وانت سيرشنج فور كابستون بروجكت، خلاص، كان في ويب سايتس انت اخترتها، واخترتها ليه؟ او انت عرفت ازاي انها تراستد. تمام. خلاص. فانت لو كنت حليت السؤال ده، وان شاء الله كلكم تكونوا حليتوه ان شاء الله، هيكون السؤال ده هيسهل عليك. اي نعم هو مش قوي، بس هو برضه بيسالك على الويب سايتس والحاجه تراستد والحاجه النون تراستد، وازاي انت تختار وهكذا. تمام. فده بالنسبه للسؤال الثاني. فالسؤال الثاني كان موجود فيه اهو، كان موجود فيه the first، او the file
بتاع يوم الايه، بتاع يوم الفرايداي. خلاص، بتاع يوم الجمعه اللي انا بعته ده، خلاص، اللي كان فيه الايه، اللي كان فيه الجورنالات بتاعت القديمه، خلاص، الباست جورنالز بتاعتي. تمام. السؤال الثالث والاخير، اللي بجد انا فضلت كده مزبهل شويه وانا بقرا السؤال ده وبقول ده هو ده السؤال اللي انا حطيته لهم امبارح. بص بقى معايا السؤال الثالث، بيقول لك ايه: explain one way in which this understanding can help. سوري، انا ما جبتش السؤال الاولاني. هو بيقول لك ما جبتش نص السؤال الاول. ثانيه واحده كده اجيبه لك، اوريه لكم ثانيه. اجيبه لكم، هقراه لكم. خلاص. هو كان في البدايه بيقول لك ايه، هو كان في البدايه بيقول لك، دقيقه واحده. بيقول لك ان انت في البيولوجي ليرنينج اوتكم 1. تمام. هو في البيولوجي ليرنينج اوتكم 1. خلاص، كان كاتب لك كده. وبيقول لك ايه، وبيقول لك انت درست الديسيزز، خلاص، خدت الديسيزز. تمام. وخدت ايه، وخدت الفاكتورز وازاي تعمل كنترول. خدت الفاكتورز بتاعت الديسيزز، الكلام ده كله شرحناه في السيشنز بتاعتنا. وازاي تعمل كنترول، فاكرين لما قلنا ديسيزز وانفكشوس ديسيزز ونون انفكشوس ديسيزز. فهو قال لك انت خدت الديسيزز. تمام. خلاص. فبيقول لك ايه، فبيقول لك explain one way in which the understanding can help you design an economically friendly building. خلاص، ازاي ممكن البيولوجي دي الديسيز تساعدك. خلاص اهو، هو السؤال ده لسه ما جاش، حتى السؤال لسه، هو سؤاله لسه ما جاش او الطلب بتاعه لسه ما جاش. ازاي تديزاين building، خلاص، that can withstand only one of the following. يبقى هو عايزك تختار واحدة من دول. ايه؟ heat، humidity، والdisease spreading. disease spreading. خلاص. يعني هو بيقول لك من الاخر ايه، من الاخر الكلام الاخير، الكلام الكتير ده، انت درست الديسيزز، خلاص، ودرست ازاي تعمل كنترول او انك ازاي تعمل بريفنشن للديسيز. كل الكلام ده احنا شرحناه مع بعضنا في ليرنينج اوت كام 1. فبيقول لك قول لي ازاي انت تقدر تستفاد بالميثودز او بالطرق اللي انت بتحمي بيها من الديسيز في انك تبني او تحطها في البيلدينج بتاعك. اهو الديسيز بريدنج. طبعا ممكن الناس تكون اختارت الهيت او الهيبيديتي، بس لو انت اخترت الديسيز بريدنج فانت حرفيا بتجاوب على السؤال الاول هنا. بص، كنت بقول لك ايه، بقول لك في البيولوجي نفس الطريقه، بقول لك ايه، انت درست الديسيزز، تايبس اوف ديسيزز، انفكشوس ونون انفكشوس. بيقول لك ازاي انت تقدر تتريت الديزاين بتاعك، ازاي تقدر تعدل الديزاين بتاعك بحيث انك تريديوس السبريد اوف انفكشوس ديسيز. شايف كده؟ ريديوس السبريد اوف انفكشوس ديسيز، سبريد وديسيز. ازاي تريديوس الديسيز، سوري، ازاي تريديوس الديسيز والسبريد. هو السؤال. خلاص. وكنت جاوبت على السؤال ده وقلت له انه ايه، ان انت ممكن تعمل كذا حاجه، انك تقدر تتريت او انك تقدر تحمي البيلدنج بتاعك ده من الامراض. يعني لو انت البيلدنج بتاعك ده عايز تحميه من الديسيزز عشان الناس اللي عايشين جوه او الناس اللي هتستخدم البيلدنج ده ما يجيلهمش امراض، قلنا ايه، قلنا ممكن واحد، كنت قايلها في الريكورد، روح شوف الريكورد اللي على الجروب. ممكن واحد تلاقيها ايه، ممكن واحد قلنا ايه، قلنا ممكن تحط ايه، انسكتسايدز او مبيدات حشريه بحيث ان كل الحشرات زي اللي بتنقل الملاريا، فاكرين البلازموديوم موسكيتو او الناموسه اللي بتنقل ملاريا، ما تجيش لما نحط ايه، لما نحط مبيدات حشريه. برضو ممكن ايه، ممكن نحط انتي بايوتكس او مضادات حيويه، نحط على البيلدنج بتاعنا في الاخر كده نرش انتي بايوتكس او مضادات حيويه بحيث ان البكتيريا او الفنجاي او اي حاجه ليها علاقه بالتعفن ايه ما تنموش على هذه ايه، هذه ال او البيلدنج بتاعنا. خلاص. آه بس خلصنا بالتوفيق يا شباب. وخلوا بالكم، يعني انا فعلا استغربت جدا من الحوار يعني. دي الانسرز بتاعت الكويشنز لو حد برضه عايز يراجع على الانسرز بتاعته. خلاص. وان شاء الله انا هبقى معاكم دايما. وبالتوفيق ان شاء الله. خلاص، السيشن بتاعتنا ان شاء الله بكره هتبقى يوم الخميس ان شاء الله، بكره الساعه 9 بالليل زي ما احنا متعودين. ان شاء الله هنخلص ليرنينج اوتكم 2 عشان نبدا على طول نحل فيه. تمام. وبس بالتوفيق. انا حتى زي ما شايفين انا ما كنتش مستعد خالص الفيديو ده، بس اول ما عرفت ان الكونكشن جه بيولوجي بعد كده بصيت على الكويشن بتاع الاي دي بي، لقيت ان انا كنت حاطط الكويشن ده يوم الجمعه. قلت لهم لا، ده انا لازم اطلع افهم الشباب دول ازاي يحلوا الكويشنز دي واوريهم الحاجات اللي انا كنت حاططها دي كانت موجوده فين. وفي الاخر اهو يبقى كويشن 3 كان موجود، كان موجود فين، كان موجود في الفايل اللي انا بعته، ايه اللي انا بعته before الاكزام، before ده اكزام داي، قبل يوم الامتحان بتاع امبارح يعني. خلاص. بس بالتوفيق يا شباب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم الدكتور عمار عارف. ولو حد عايز يتواصل معايا خلاص، يتواصل معايا على الرقم ده. تمام.
ولو حد عايز يخش على الجروب يتفضل، انا هحط اللينك في الديسكربشن تحت في فيديو اليوتيوب. وهتلاقي برضو في لينك لجوجل درايف في كل الفايلات اللي انا كنت بتكلم عليها دي، سواء كان ليها علاقه بالجورنال او ليها علاقه بالبيولوجي. وبس، بالتوفيق.